ام يعني مجاهده، اداني طفل منحه عظيمه للجنه، مش محنه، لا منحه اداها لي دي. لما يعني قعدت مع نفسي طبعا مم. بعد كده إن لقيت ان محمود ده ملاك طريق للجنه، ربنا فرشهولي، طفل جميل جدا جدا جدا. كان كل اللي في المستشفى عايزين يشوفوا محمود الجميل ده ما شاء الله، من طعامته ما شاء الله. يا سلام. والله وما زال جميل الحمد لله، يعني ياخد القلب كده. لا هو كان ابني يعني. لا هو اخد الجمال من مامته الله يحفظك ومن يا نفسك حبيبتي. الجميله الله دي. يحفظك. مهم جدا ان اي حد يتحط في محنه فعلا، ان هو يؤهل نفسه ويفلسفها لنفسه ان دي فعلا نعمه من عند ربنا ومنحه زي ما حضرتك قلتي، ان هي فعلا لطريق اخر واختبار لابد ان هو ينجح فيه. انا مش هقولك ان انا كنت قويه، انا قعدت شهر كامل ادعو ربنا واتضرع له ان تكون الاعاقه خفيفه. فالحمد لله بفضل ربنا ان انا يعني تفهمت الحياة ليه ربنا يعني عطاني محمود. مش بيعاقبني، ده بيحبني، بيديني إشارة في الدنيا كده ويقول يا جيهان انت معاكي ولد جميل، على قد ما هتراعيه هتاخدي ربنا هيديك الثواب الأعظم الأعظم الأعظم. وحبي لابني ان انا يبقى ليا طفل في الدنيا كويس، بعد كده لما اموت الناس كلها تترحم عليه وتترحم عليا، دي يعني حكمة إلهية لما لا يعرفها غير ربنا طبعا. أنا عايزة أتعرف منك بقى على بداية المشوار. أولا حضرتك ولدتيه الكل قال ده جميل وحلو وتمام، مفيش أي نوع من أنواع الشك. بدأتي تشكي وهو عنده قد إيه محمود؟ انا قبل ما اولد كنت متابعه مع واحده يعني، فسالت يعني ربنا اكرمها بطفل ايه، قالت طفله بس تعبانه شويه. ازاي تعبانه حبيبتي؟ ما سكتش يعني. قالوا منغولي. يعني ايه منغولي؟ كنت حامل لسه؟ كنت حامل في الشهر الاخير، لسه هولد يعني مفيش وحم زي ما بيقولوا ولا حاجه؟ سبحان الله. لا سبحان الله، ده اقدار. فقالت ده طفل منغولي بيبقى معروف خط الايد في ايديها ولسانها بيطلع لبره. قلت ربنا يصبرها ويقويها وربنا يعافينا من اللي في بطني يا رب. ومن خوفنا او احساسنا ان في ربما يكون في شيء غلط، لان كان في المستشفى 5 اطفال منغولي في نفس الوقت اتولدوا معايا. فزوجي جاب دكتور كبير وكده فقال له كان محمود مولود بخصيه معلقه ومش راضي يقولوا لي ان انا كنت قيصري يعني. ايه محمود ايه وكده، فقالوا كويس وكده. قلت له شوف يا دكتور بعد اذنك بيقولوا في اطفال منغولي، بص في ايده كده. قال لي ما هو منغولي. سبحان الله. ما برضو نظرة مش كويسة ان الدكتور يقول لأم لسه يا حرام يعني عليك. نص ساعات يعني. انا ما حسيتش سبحان الله بالألم اللي في بطني خالص. حسيت ان ابني ده لازم اخدك واطير بك لاخر الدنيا عشان اشوف فيك ايه، الحقك يا ابني. فقال لي لا اقعدي بيه 15 يوم وبعد كده هنحلل الدم وكده، والعيال المنغولي بيروحوا مدارس وكده. مش هقول لك يعني انا الصدمه ان اللبن نشف وان انا ما كنتش حاسه بالدنيا وبكاء ليل نهار، بس استجبت بربنا. هو كان يعني كنت تمنيت ان انا اكون اعرف اصلي كمان. ما كنتش قادره لدرجه الصلاه مش قادره مع اساس ان انا يعني في النفاس كنت بتمنى ان انا اركع، فكنت بركعها لربنا كمان اتضرع لربنا وطلبت من ربنا اقول لو بهدوم واحده عليا يا رب بس ابني ما اشوفش فيك حاجه وحشه. فناس تانية دكتور يقول لي سيبيه بقى وكده، ده هو كل ما هيبقى يكفر كل ما هتظهر علامات بعد كده نبدأ في التدخل المبكر. فكان لي صديقة بتشتغل في التربية الخاصة قالت لي قومي يا جانتي قافلة على نفسك ليه كده، هاتي النت دخليه وادخلي يا حبيبتي وفي مراكز والعيال دول بيبقوا احسن عيال وابنك ما شاء الله كويس وكده. اعمل ايه؟ قالت لي خشي النت وجابت لي ايه مواقع. دخلت ما استنيتش بقى، دخلت على مواقع لعلاج طبيعي، دخلت على مواقع تخاطب، دخلت على مواقع بتتكلم عن الإعاقة الذهنية، الإعاقة العقلية، التأخر اللغوي، كل ما تتخيلي عن الإعاقة دخلتها. وكنت نايمة ان انا اعرف وحتى ابني على رجلي وطول الليل اكتب وانقل المهارات وانقل الحاجات المطلوبة ويصحى من النوم اطبق. قعدت 2 سنين كاملين، اخدت اجازة من العمل وقعدت بيه. الفترة اللي انا انام فيها اخلي محمود على رجل باباه عشان انا ارتاح. بعد كده